السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين بقى العزيزية الدمياطي. طبعا احنا كلنا عارفين العزيزية مكرونة باللبن، بس حاجة كده تحفة وقيمتها الغذائية عالية. يعني نغير شوية من الكنافة والبسبوسة والحاجات اللي بنعملها، فدي حاجة قيمتها غذائية عالية وطعمها حلو. بس كالعادة ياريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اولا نسمي بسم الله. هنسلق المكرونه. معايا كوبايه مكرونه، حطيت ميه تغلي على النار وحطيتها فيها لحد ما تستوي خالص. انا عايزاها مستويه خالص. زي ما احنا شايفين كده. بعد ما استوت هنبدا بقى ايه، نشتغل فيها. هجيب شفشق الخلاط وهحط كوبايتين لبن، لبن بارد عادي، وهحط المكرونة. انا هنا حاطة كوبايتين لبن، ولما احتاج هحط تاني. يعني انا هحط كوبايتين لبن افرم فيهم المكرونة بس الاول. طبعا اي نوع مكرونة احنا عايزين نعمله، ممكن سباجيتي، ممكن مكرونة عادية، مش هتفرق لان احنا كده كده هنفرمها في اللبن. يعني فأي مكرونة عندنا بنستعملها. هحطها كده، هشيلها من الحلة، صفيها من المية، احطها في اللبن وهفرمها كده في الخلاط. وهحطها بقى، احط عليها كمان كوباية لبن علشان ايه، اشوف المقدار معايا محتاج ايه. يعني انا لو احتاج كمان ممكن احط يعني، بس انا حطيت كده لقيت المقدار كويس. هفضيه في الحلة وهرفعه على النار طبعا علشان ايه، يبدأ يغلي معايا. انا في الاثناء دي ايدي معاه. يعني ايه، عايزين دايما ايدي معاه في التقليب علشان ايه المكرونة ما تكتلش معانا في اللبن وما تلزقش في الحل. فطبعا عشان اللبن بارد احنا ايه ايدنا معاه لحد ما اللبن يبدأ يغلي ويبقبق كده، علشان ايه نبدأ نضيف له الاضافات بتاعته. هفضل اقلب فيه كده لحد ما يبدأ يبقبق معايا ويغلي. هحط له بقى كوباية سكر. طبعا السكر يعني ايه، على حسب يعني مذاقنا للحاجة الحلوة. يعني هل احنا بنحبها مسكر قوي ولا ايه يعني. المقدار ده بالنسبة لي كويس. كوباية السكر حطيتها، المقدار حلو. يعني انا مش بنحبه مسكر قوي، وهي عامة الحلويات يعني لما بتبقى مسكرة قوي يعني بتبقى مش حلوة يعني. فالمقدار ده كويس. كوباية سكر حطيتها. وحطيت ذرة ملح طبعا علشان السمنة. وهديها تقليبه برضو. انا كده لحد ما تبقبق معايا هبدأ بقى ايه، احط النشا معايا. نص كوباية لبن او مية اللي متوفر. هحط عليهم معلقتين نشا كبار. وهحط عليهم ظرف فانيليا برضو. في الاثناء دي واحنا شغالين دايما نقلب علشان ايه، الخليط ما يتكتلش معانا لانه بدأ يغلي خلاص. هحط ظرف فانيليا على النشا اللي انا دوبتها في اللبن. وهحطها عليها. طبعا انا ايه، دايما وانا قلت لكم وانا شغاله ايدي فيها علشان ما تكتلش معانا. هحط الفانيليا وهقلبها مع النشا، وهبدا ايه انزل بيها برضو على الخليط. معايا الخليط اللي هو اللبن والمكرونه، وحطيت السكر وذره فانيليا طبعا علشان السنه. وبرضو ذرة ملح قصدي، علشان الملح بيعدل معانا الطعم ايه في الحاجة المسكرة. هحط بقى النشا وهبدأ اقلب برضو لحد ما تبقبق معايا كده. انا عايزاها ايه، تبقبق خالص يعني تغلي، علشان طبعا احنا مش هندخلها الفرن. هتبقى ايه التسوية بتاعتها دي، التسوية بتاعتها يعني. فحد ما تبقبق معايا كده وتغلي كويس، هضيف بقى معلقتين قشطة اختياري. يعني معلقتين صغيرين اختياري برضو لو مش متوفر. بس طبعا علشان احنا بنقول حاجة حلوة وقيمتها الغذائية عالية. فبن اللبن والقشطة والحاجات دي طبعا احنا عارفين انها قيمتها الغذائية عالية لانها حاجة طبيعية يعني. ممكن نحط معلقة سمنة بلدي بدل القشطة لو مش متوفر القشطة يعني، او معلقة زبدة المتوفر. هقلبها كويس لحد ما تدوب خالص القشطة وتغلي حلو، علشان ايه زي ما قلت لكم احنا مش هندخلها الفرن دلوقتي. دي التسوية بتاعتها. الصينية اللي هحط فيها الخليط ده هحطها على النار. وطبعا الخليط انا بقلبه برضو وانا شغالة علشان ايه، ما يكتلش معايا في الحلة. فده ايه، لان هو بيغلي كده وبيبقبق في الحلة برضو بعد ما شلته من على النار. فبرضو بديله تقليبه وانا شغالة كده.
وهحط معلقة سمنة بلدي في قلب الصينية اللي هحط فيها الخليط لحد ما تسيح كده وتسخن خالص. طبعا انا شلت الحلة وحطيت الصينية مكانها على النار على طول علشان ايه تسخن معايا، ولما احط الخليط تبقى ايه زي ما احنا شايفين كده تبقبق معانا كده ايه تكمل سواها كده علشان تبقى ايه طعمها حلو معانا ومستوية كويس. هحط بقى السمنة زي ما احنا شايفين ساحت ونزلت بالخليط عليها والنار شغالة كده يا دوب بس ايه، وهطفي على طول يعني مش هسيب النار شغالة، يا دوب بس حطيت الخليط وطفيت النار وهساوي الصينية كده وهسيبها ايه لحد ما تبرد تماما. هسيب الصينية كده قدامي لحد ما تبرد تماما كده. بعد ما بردت معايا معلقة سمنة بلدي سيحتها وهحط عليها معلقة عسل وهدوبهم علشان اوزعهم على وش الصينية علشان لما ادخلها الفرن تدينا الوش الحلو اللي احنا شايفينه طبعا اللي احنا شفناه في اول الفيديو. دي ده اللي بيخلي وش العزيزية معايا جميل كده زي ما احنا قلنا. هحط معلقة السمنة ومعلقة العسل هوزعهم كده على وش الصينية كويس. تكون الشواية بتاعة الفرن شغالة، انا اولع الفرن من فوق بس الشواية بس وهدخل الصينية عليها الصينية تحت الشواية لحد ما تاخد الوش اللي احنا عايزينه. طبعا احنا مش مولعش من تحت ولا حاجة، احنا سيبناها بردت وبعدين حطينا السمنة والسكر عليها وهندخلها تحت الشواية ايه زي ما قلت لكم في الفرن. هتاخد معانا الوش الجميل ده كده ما شاء الله تحفة وطعمها خطير بقى يعني عايزة اقول لكم تحفة وطعمها يعني احسن من العزازية الدمياطي. ونجربوا الطريقة بقى وقولوا لي ايه رأيكم. وطبعا احسن ما نشتري الحاجة من بره، عارفين احنا عاملين ايه في البيت وطعمها خطير. يلا كل سنة وانتم طيبين، جربوا الطريقة وقولوا لي. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في لايك وشير. سلام عليكم.